الحصار بالحصار والميناء بالميناء، عبارات ظل يرددها الحوثي ليتضح اليوم أنها مجرد تهديدات إيرانية على لسان القفاز، والمقصود بها حصار الموانئ الإيرانية من قبل الولايات المتحدة ولا علاقة لها باليمن. أوعز النظام الإيراني لميليشياته الحوثية في اليمن بتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، مستنفذا بذلك آخر أوراقه التي ظل يلوح بها لتهديد المجتمع الدولي منذ أواخر نوفمبر الماضي. أعلنت ميليشيا الحوثي ما أسمته حظر الملاحة في البحر الأحمر على المملكة العربية السعودية، وذلك في سياق تصعيد متواصل تنتهجه ذراع إيران ضد الأشقاء منذ استئناف الجيش الأمريكي حصار الموانئ الإيرانية في 14 من يوليو الجاري. في اليوم ذاته نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام رسمية إيرانية تهديدات للحرس الثوري الإيراني بمنع تصدير قطرة نفط أو غاز من المنطقة في ظل استمرار ما وصفها بالأفعال الأمريكية الشريرة، وذلك في إشارة إلى عودة الحصار والعمليات العسكرية رداً على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. وبعيداً عن البروباغندا الحوثية التي ترافقت مع التصعيد ولم يصدقها حتى أتباعه، يتجلى الهدف الحقيقي من هذه المغامرة الإيرانية، وهو منع تدفقات الطاقة عبر البحر الأحمر إلى الأسواق العالمية بالتزامن مع خنق الحرس الثوري مضيق هرمز. يقول محللون إن عين النظام الإيراني على ميناء ينبع في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، والذي أصبح الرئة التي لا يزال يتنفس العالم من خلالها في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، إذ يصدر الميناء نحو 5 ملايين برميل يوميا إلى الأسواق العالمية. وإعلان ميليشيا الحوثي العودة لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر يعني رغبة إيرانية بإيقاف تدفق النفط من خلاله إلى العالم عبر قناة السويس، وبالتالي قد نشهد تصاعدا حادا لأسعار النفط، وهذا ما يأمله الإيرانيون لإخضاع المجتمع الدولي وفرض شروطهم التفاوضية على واشنطن. يرى مراقبون أن هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة التي وصفت بأنها مسمار يدقه الحوثي في نعش مستقبل ميليشياته لن تقف أمامها دول المنطقة والمجتمع الدولي مكتوفي الأيدي، وستكون لها عواقب وخيمة على النظام الإيراني وميليشياته في اليمن.